اهلا بكم في اولى حلقات برنامج افتيلي. موضوع الحلقه النهارده كان من نصيب سؤال محمد العطار. محمد العطار بيقول ليه القهوه سموها قهوه ما سموهاش شاي؟ في الحقيقه انا ما اعرفش، بس انا عايز اقول لك يا محمد العطار زمان ما كانتش قهوه بس، كان في حاجه اسمها كافيه. الكافيه هو اي مكان فيه الكافيه هو اي مكان فيه الكافيه هو اي مكان فيه مينيمم تشارج المبلغ اللي بتدفعه اعلى حاجه. في الكافيه بنقابل مواقف كتيرة جدا، يعني احنا مثلا كشباب بنحب قعدة القهوة، ولا فتحي قهوتين زيادة ورا هنا، الكلام ده بيأثر معانا جدا، نفسيتك بتبقى حلوة لما تسمع الكلام ده. انما لما تروح كافيه بقى نزل لك منيو بيبقى فيه كلام بالانجليزي وكلام بالعربي مترجم على جوجل ترانسليشن، فاهم اللي هو انت مش فاهم اصلا ولا ده ولا ده. تمام، تبقى قاعد مش فاهم اي حاجه. وكمان في عاده غريبه قوي في الكافيهات، دايما لازم لما تخش ينزل لك ازازه ميه. بص انا ما عنديش مانع انك تضحك عليا، تجيب لي مثلا مشروبه ب 10 جنيه وتقول لي ب 15 جنيه، انا هدفع. تمام، قول لي مثلا القهوه ب 20 جنيه وخد مني 25 جنيه، هدفع برضه. انما ما تقوليش القهوه ب 20 وتاخد مني 5 جنيه للميه، مش هدفع. انا ما بدفعش فلوس في ميه وفي منكر وفي خمره وفي حشيش. إني ببابك قد بسطت يدي. لا، الحاجات دي كلها بتجيب، ما بدفعش فيها حاجه. اي موسم بيدخل عليك، كريسماس، عيد، فرح بنت خالة الكافيه، بيقوم حاطط لك سعر زياده قوي في الحاجات. يجيب لك شيشه مثلا يقول لك دي شيشه الكريسماس، يقول لك عليها كريسماس بقى. انت لو ذكي تقول له انا عايزها من غير كريسماس، هتبقى بنفس الطعم على فكره، هتبقى ارخص. وفي كوكتيل رمضان برضو بيبقى عليه رمضان فوق الوش، يقول له انا عايزه من غير رمضان، هيبقى بنفس الطعم وارخص. ما تفكرش وانت داخل القهوه مع 10 تنفار مثلا انك هتعرف تفلت من القهوجي. الكافيه غير القهوه تماما. القهوجي بيبقى عارفكم وقعدتكم ويعرف يجيبك من وسطهم. ماتش النهارده ده يبقى ماتش علاوي جامد. ها اجيب لكم يا رجاله تشرب ايه؟ هات شاي. ماشي، واحد شاي وواحد قهوه. 2 كنز. ومعانا النهارده قهوجي قدرت اجيبه من احدى الحواري الشعبي. معانا يوسف النهارده القهوجي قدرت اجيبه من احدى اهلا وسهلا. ما قلتليش برضو تشرب ايه؟ اهلا وسهلا يا جو. احنا موضوع حلقتنا النهارده عن انا المايك مش ظاهر. احنا يصادف ان احنا قاعدين النهارده في قهوه الاستاذ يوسف. معلش هنسال حضرتك عن شويه اسئله. موضوع الحلقه النهارده في شويه اسئله شاغله بال الجمهور، يعني انتوا بتعملوا ايه في الكوبايات اللي بنلاقيها معكوكه حاجات كده في القهوه؟ يعني هي ده ما بيبقاش عك، ده هي بتبقى لونها، يعني هي بتبقى جايه غامقه، والحته الفاتحه دي احنا بقى من نظافتنا بتفتح، اما الحته الغامقه دي هي كانت لونها في الاساس. بس خلاص يا معلم، خلاص يا معلم، هظبطك. هات المايك. طب سؤال تاني شاغل بال الجمهور برضو، ليه دايما في المطوشه ما بتنزلوش قهوه او شاي؟ دايما لازم كنز او عصاير او حاجه غاليه. ايوه عايز ايه يعني؟ تمام استاذ يوسف، نورتنا، شكرا جدا لوقت حضرتك. تمام. على قناه ايه؟ تمام. كنز. تمام. نصحت في اخر الفيديو لكل الشباب بلاش تضيع وقت، حاول تشوف حاجه مفيده تعملها. يعني مثلا الامتحانات داخله عليك، ابدا اعرف عليك مواد ايه وابدا برشمها. ابدا صاحب بنات كتير، امشي معاهم، خونهم مع بنات تانية. اما بقى لو انت استغفر الله العظيم صاحب ولاد، يعني بلاش، اتعالج. بس كده، سيب سؤالك، واكتر سؤال هيجيب لايكات هنعرضه. هيبقى ايه يعني؟ ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه عشان تدعم المحتوى الهادف جدا اللي احنا عاملينه ده، محتوى هادف فشخ يعني. شكرا. اهلا بكم في برنامج افتيلي، اولى حركات برنامج حركات. ما تفكرش وانت داخل القهوه مثلا انت 10 تنفار انك هتعرف تقعد. خمست. البنت شافتك. نصور بقى. بس يا ابني ما تضحكش.
تمام. اصلا ابدا. انا كنت هقول ايه يا ابني؟ بس كده. انت لو قعدت في عزا مش هيبقى كده، فاهم؟ نعمل اكتر من لما الكافيه فاضي، نعمل اكتر من كده وبس كده. يعني مثلا في رمضان بيبقى في حاجه اسمها يا ولد الوخ يا ولد الوخ. رجل عن شعورنا ليه بس القرآن شغال؟ استغفر الله العظيم يا رب. يا عم في حاجه مستفزه والله العظيم. كل ما ابدا اصور يطلع مش هيخش بتاع ده، مش هخش كواليس ده عشان ما ازهقش. وحدوه. لا اله الا الله يا عم. يعني ابدا صاحب بنات. ايه؟ اما بقى لو انت استغفر الله العظيم صاحب ولاد. ايه؟ لا انت كده بتتكلموا في قرف، اما انت لو ما بعرف، ما هو انا اعرف منك. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب ايه؟ سبسكرايب صح؟ هو في حد ورايا؟ هو اللي بتسرق ولا ايه؟ انت جاي بتعمل كده ليه؟ انت بتضحك ليه؟ تقريبا راح ملاش اللاب. انت فين؟ انت بتبص لي كده يلا يا عم. ما تضحكليش كده. اه. لا الحق اللاب.